Michael Jordan. النهارده هنتكلم عن فيلم اير، فيلم من بطولة مات ديمون وكريس ميسينيا وجيسون بيتمان ومن اخراج بين افليك. فيلم اير بيتكلم عن شركة نايكي، الشركة اللي مفيش حد في العالم ما يعرفهاش وعارف نهايتها كويس قوي. فالتحدي هنا ازاي تعمل قصة فيلم وانت اصلا عارف نهايته. شركة نايكي كانت في المركز الثالث من حيث بيع احذية السلة في العالم، فازاي عرفت تقنع مايكل جوردن انه يمضي معاهم ويعملوا اشهر حاجة لنايكي بالنسبة لي وهو الاير جوردن. الفيلم كله بيتمحور عن سوني اللي هو مات ديمون وازاي عرف يعمل كده، فخلينا نشوف. من سنين شركة نايكي ما كانتش واخدة الزخم زي دلوقتي، ومعظم الرياضيين ما كانوش يحبوا ان شركة زي دي تبقى الراعي بتاعها. فازاي سوني او مات ديمون هيجازف بكل حاجة ويحاول يقنع مايكل جوردن انه يوافق انه يوقع معاهم. وبعد كده كلنا هنعرف عن حاجة اسمها الاير جوردن. الحكاية بسيطة عن راجل عارف امكانيات حاجة معينة، بس كل اللي حواليه بيقولوا له مستحيل يقدر يعمل كده، واكيد كلنا عارفين الاجابة. بالنسبة لي سبب نجاح الفيلم ده هو أليكس كونفري، ولو ما سمعتش عنه قبل كده فده كاتب سيناريو وحوار الفيلم من البداية للنهاية، وهو اللي نقل الفيلم من قصة حقيقية كله عارفها لقصة لازم اي حد يشوفها. وده على فكرة اول سيناريو له في حياته، فاتمنى اللي عمل الفيلم ده ياخد فرصته زي غيره في هوليوود، لانه فعلا عمل روح لقصة الفيلم والسيناريو وابدع انه يعمل الفيلم ده. 1984 has been a tough year. Our sales are down, our growth is down. Sonny, I brought you in here to grow the basketball business. بالنسبة لمات ديمون من احلى اداءاته التمثيليه من فترات، وتحس انه كان قيادي كده في الفيلم. الراجل العملي جدا والواثق، بس حياته برضه فيها شويه كوميديا حلوه، وكل مره كان بيظهر فيها كان بيبقى مؤثر جدا. وجيسون بيتمان اللي كان عامل دور لطيف كوميديا حلو جدا ومش هتشبع منه في الفيلم، لان وجوده اصلا ما كانش كافي بصراحه. وطبعا مش محتاج اتكلم عن دور فيولا ديفيس في دور ام مايكل جوردن، كانت رهيبه بصراحه كعادتها يعني، ودايما من الممثلات اللي عندهم حضور على الشاشه هتحب تشوفها في كل مشهد بتظهر فيه. وبالنسبه للاخراج فبيرجع بين افليك تاني كمخرج لفيلم اير. فهل كان موفق في الفيلم ده؟ بين افليك بيورينا انه مبدع ورا الكاميرا، يعني كان جزء كبير ان الفيلم ده ما يبقاش ممل. نوعيه الافلام اللي زي دي معظمها حواريه وبتتكلم عن شخصيه بعينها، فبتبقى ممله شويه، بس بين افليك ابدع انه يخلي الشخصيات حيويه في الفيلم ويحافظ على متعه المشاهد البصريه. وبالرغم من طول الفيلم كنت حاسس ان تيمة الفيلم سريعه، ولا ممل ولا بطيء خالص. فبين افليك كان موفق جدا في الفيلم. What's a Converse? NBA All-Star shoe. There's nothing cool about Nike. You would have to have a pretty compelling pitch. I can tell them the one thing the other companies can't compete with. احنا عاوزين افلام من النوعيه دي دلوقتي، بعيدا عن اي اجندات وسياسات، مجرد قصه حقيقيه ومثيره للاهتمام تسلينا وننبسط بيها. صور بعض اللقطات الحلوه وهات ممثلين مبدعين وروح اشتغل، 100% هتنجح وتعمل فيلم حلو جدا. مفيش شيء معقد ولا لغز عشان تحله، وقت حلو قدام الشاشه وبس كده. وكمان حته ان الفيلم في الثمانينات زودت من حلاوه الفيلم بالنسبه لي، حتى الاغاني كمان كانت تمانيناتي كده، فكانت عامله جو حلو جدا في الفيلم. وبالمناسبه انا نوع الافلام الرياضيه دي مش نوعي المفضل في الافلام، بس ده فيلم من احلى الافلام من النوع ده. وبقول افلام عشان محدش يقول لي ذا لاست دانس، واللي لازم تشوفوه لو لسه ما شفتهوش، ويا ريت لو تشوفوه قبل ما تشوفوا الفيلم ده، بجد متعه وهتبقى عارف حاجات وتفاصيل وابعاد في الفيلم محدش عارفها غيرك. المهم الفيلم حلو جدا كتمثيل وكتابه، وهتتمتع وانت بتتفرج عليه، وغالبا نزل على المنصات كمان دلوقتي وعلى النت عموما، فتقدر تشوفه في اي وقت. Who's that? Jesus? Can't afford it. I'm willing to bet my career on one guy. My name's Sonny Vaccaro. I'm with Nike. Do you typically make it a habit of showing up at people's front doors unannounced? I don't like to take no for an answer. Oh man, here we go. بشكل عام الفيلم كويس جدا، وعرف انه يبين التحديات اللي واجهتها نايكي انها توقع مع مايكل جوردن، وازاي الاستثمار ده ما كانش مضمون نهائي، لانه في الوقت ده كان يعتبر لاعب صغير جدا. والفيلم كمان بيوضح علاقة جوردن بوالدته، كان قوي جدا ازاي، وكان دايما داعم ليه وسبب رئيسي في نجاحه. وبس كده. لو انت بتحب الرياضة او بتهتم بالقصص وراء الرياضة وازاي القصص دي عبارة عن لحظات في التاريخ وغيرت العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، فلازم تشوف فيلم اير. وبس كده. لو عجبك الكلام متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصية على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. سلام.
it.